ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا ندى اخصائيه منصوري، والنهارده رجعنا بفيديو جديد من سلسله الجامعات اللي نزلت. الفيديو النهارده عباره عن ايه الفرق بين قسم منصوري وقسم سبيشال نيد، لان اتسالت عليه كتير. فكل المطلوب منا ان احنا نعمل سبسكرايب للشانل ونحط لايك للفيديو. وكل البنات اللي بعتت لي على انستجرام انا رديت عليها، وبعتذر جدا جدا ان انا بتاخر في الفيديوهات، ولكن والله غصب عني. انتوا كلكم كنتوا باعتين مسجات كتيره جدا، فكان لازم ارد عليها. غير ان انا تعبانه شويه، والفيديو ده بيتصور الساعه 3 الفجر. فنحط الكومنتات بتاعتنا اللي احنا عايزين نسال عليها تحت، ولو حد عايز يسالني في اي حاجه ابعت لي على الانستا. ويلا بينا نبدا الفيديو. معظم البنات سألتني على ايه الفرق بين سبيشال نيد وبين منصوري، ايه الفرق بين القسمين وانهي الاحلى فيهم. انهي الاحلى فيهم انا ما اقدرش اقول لك عليها، عشان ده بيرجع لشخصيتك انت، وانت بتحبي ايه وبتكرهي ايه، وايه اللي شايفاه مناسب ليكي وايه اللي شايفاه مش مناسب. انما انا اقدر اقول لك ايه الفرق بينهم. الفرق بينهم تعالي نمسكها واحده واحده. اول حاجه خلينا نتكلم على السبيشال نيد. السبيشال نيد هو قسم معروف باسم سبيشال نيد او مميز او فئات. القسم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دراسة الإعاقات المختلفة للأطفال، ولكن مش الأطفال العاديين، الأطفال اللي عندهم إعاقات. يعني أول اختلاف إن القسم ده مش بيتكلم عن الأطفال العاديين تماما، ولكن عن الأطفال اللي عندهم فروق فردية، اختلافات ذوي همم. يبقى احنا كده خرجنا من تصنيفه الأطفال العادية. تاني حاجة بيدرس الإعاقات بتاعتهم وأنواع الإعاقات وإزاي أتعامل معاها، وإزاي أقدر أعرف الفروق الفردية بين كل الأطفال. في طفل عنده إعاقة بنسبة 50%، في طفل عنده 70، في طفل عنده 90، في طفل عنده إعاقات بسيطة يقدر يتعامل بيها عادي. تمام؟ تمام. هل الطفل اللي عنده إعاقة أو عنده مشكلة مش من حقه إنه يتعلم؟ طبعا من حقه إنه يتعلم. فعشان كده احنا خدنا القسم ده عشان ندرس ازاي نعلمه مش ازاي نعالجه. بقول تاني، ازاي نعلمه مش ازاي نعالجه، عشان في ناس بتفتكر ان هي بتعالجه. اطلاقا، انت بتعلميه عشان يبقى زيه زي العادي، ما يبقاش في بينهم فرق. هل انت بتعالجي الاعاقه اللي عنده؟ لا، انت بتحاولي تتعاملي معاها وبتحسني من مستوى التعليم عنده، بحكم ان انت فاهمه ودارسه الاعاقه دي بتاثر على ايه ومش بتاثر على ايه. تاني حاجة طرق التعليم اللي بيتعلم بيها الطفل. في السبيشال نيد له طريقة معينة بحكم ان الإعاقة اللي عنده بتناسبه الطريقة دي، والطريقة دي لا، وينفع معاه الأداة دي وما ينفعش معاه الأداة دي، وينفع معاه اختبار الذكاء الفلاني وما ينفعش معاه اختبار الذكاء التاني، وينفع أعمل له أنشطة بصرية أو تنمية مهارات أو تخاطب أو إلى ما ذلك. السبيشال نيد بطلع من اخصائيه تخاطب، ايوه. بتعلم لغه اشاره، ايوه. بطلع مدربه ان انا اعرف اتعامل مع الاطفال السبيشال نيد، ايوه. طيب تعالوا بقى ننقل للقسم الثاني اللي هو مونتسوري. احنا كده عملنا السبيشال نيد في جنب. المونتسوري هو عباره عن ان انا ازاي اكون اخصائيه مونتسوري. طيب يعني ايه مونتسوري؟ قسم مونتسوري انا هنزله في فيديو كامل بكل تفاصيله، ولكن خلينا نعرف الجزء السطحي منه اللي فرق بينه وبين سبيشال نيد. اول حاجه احنا قلنا في السبيشال نيد ان هو بيتكلم عن الاطفال ذوي الهمم. في مونتسوري بيتكلم عن الاثنين، يعني بدرس الاثنين، ايوه. بعرف الاختلافات بين الاثنين، ايوه. بدرس بتعمق قوي السبيشال نيد، لا. في فرق هنا. في السبيشال نيد بدرس السبيشال نيد قوي، انما في المونتسوري بدرس العادي والسبيشال نيد، ولكن يعتبر بشكل اقل مش بنسبه كبيره من السبيشال نيد نفسه. يعني انا بتعلم الاثنين، ولكن مش بدرس بتعمق قوي زي اخصائي ذوي الهمم. ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا في الاخصائيه المونتسوري بتعلم ازاي اتعامل مع الاطفال العاديه وذوي الهمم، ولكن بطريقه مونتسوري مش بالطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هي ازاي اتعامل مع اطفال معاقه، انما هنا انا بتعامل مع الاثنين، فبالتالي بعرف الطريقه التقليديه للتدريس وطريقه مونتسوري. ايه هي بقى طريقه مونتسوري؟ طريقه مونتسوري هي طريقه حديثه اخترعتها واحده ست اسمها ماريا مونتسوري. ماريا مونتسوري شافت ان في مشاكل عند الاطفال في التعليم التقليدي، فاخترعت ادوات من خشب، فانا ببدا اعلم بيها الطفل واسهل عليه عمليه التعليم. هل الادوات دي هي اللي بتعلم الطفل؟ لا، الادوات دي بتسهل لي عمليه التعليم. من خلالها بقدر اوصل مفهوم لطفل، بقدر ازاي اتعامل مع طفل بطريقه جديده، بعلم الاطفال بطريقه مختلفه عن رياضه الاطفال القديمه، ولكن مش بعلمهم زي سبيشال نيد. سبيشال نيد حاجه، طريقه مونتسوري حاجه ثانيه.
طيب ايه اللي جاب سبيشال نيد في المونسوري؟ ان انا اقدر استخدم طريقه المونسوري دي ان انا اتعامل بيها مع السبيشال نيد. لان اول ما دراسه حصلت على سبيشال نيد، يعني اول ما دراسه المونسوري نجحت مع الاطفال المعاقه اكتر من الاطفال العاديه. يعني هي حققت نجاح كبير جدا مع الاطفال المعاقين. فماريا مونسوري قالت مقوله مشهوره قوي، قالت في ظل ما الناس كانت مبهوره بنجاح المونسوري مع الاطفال المعاقين، فانا قلت لو هي عملت النجاح ده مع الاطفال ذوي الهمم فما بالك مع الاطفال العاديين. فمونسوري هي عباره عن طريقه او فلسفه جديده وادوات الاتنين مع بعض يطلعوا لي طفل ذكي، طفل سابق سنه، طفل بيتعامل بطريقه مختلفه وفاهم ومدرك على حسب قدراته وبتراعي الفروق الفرديه. كده يبقى احنا عرفنا ايه الفرق بين طريقه التعليم. تالت حاجه، بتخرج ايه من قسم مونسوري؟ احنا قلنا التخرج من سبيشال نيد قلنا ان احنا بنطلع اخصائي كذا وكذا وكذا. في المونسوري بطلع اخصائي وموجه مونسوري. ايه الفرق بين اخصائي وموجه مونسوري عن اخصائي السبيشال نيد؟ لا، في فرق شاسع. سبيشال نيد درس بطريقه، مونسوري درس بطريقه تانية، الاثنين مختلفين عن بعض ولكن الاثنين يقدروا يوصلوا لنفس الهدف. اقدر اعلم سبيشال نيد بطريقتي، ايوه. اقدر اعلم سبيشال نيد بطريقه المونسوري، ايوه. الاثنين يحققوا نجاح، الاثنين يعملوا نجاح كبير جدا. هنا بيبقى الفرق ان الطريقتين مختلفين ولكن واصلين لنفس الهدف. كل واحده على حسب هي حابه ايه، هي حابه تدرس ايه. ممكن اطلع من سبيشال نيد واحب ادرس المونسوري، ايه المشكله؟ ممكن اطلع من المونسوري وابقى عايزه اتعمق مع السبيشال نيد واشتغل معاهم بس وما اشتغلش مع الاطفال العاديه، فاتعمق اكتر في السبيشال نيد. الاثنين هيوصلوا لنفس الطريق سواء ده او ده، ولكن الاختلاف ان السبيشال نيد ما يقدرش يشتغل مع الطفل العادي. مونسوري يقدر يشتغل مع الطفل العادي ومع الطفل السبيشال نيد ويحقق نجاح كبير. بس هو ده الفرق بين الاثنين، هو ده الاختلاف ما بينهم. انت حابه ايه انت اللي تختاري. انا ما اقدرش اقول لك انا بالنسبه لي الافضل، انا القسم مونسوري وبالنسبه لي شايفاه حلو جدا جدا وبالنسبه لي مبسوطه بيه، بدليل ان انا طبعا افهمك عنه وان انا احكي لك فيديوهات عنه. انت ممكن، انا ما دخلتش سبيشال نيد، انا اول ما دخلت مونسوري. انت ممكن تبقى في سبيشال نيد وحباه وحابه تطوري من نفسك وحابه تعملي مجهودات كبيره، انت حره، انت وشطارتك في الاثنين. او في الاخر لازم تبقي معلمه شاطره او مدرسه شاطره وتحققي نجاح كويس. بس كده. لو انت وصلتي لاخر الفيديو اعملي لايك للفيديو واكتبي الكومنتات بتاعتك تحت واشوفكم في فيديو جديد.